السكوتر بيجيب بنزين من تحت الموتور. مبدئيا مفيش بنزين من تحت الموتور لان الكربيراتير فوق الموتور. اللي بيحصل ان الكربيراتير بيطفح بنزين وبينقط على تحت الموتور. المهم بقى ايه الاحتمالات اللي تخليك تشوف بنزين تحت الموتور او فوق الموتور وهتبقى شامم ريحة بنزين جامدة؟ احتمال يكون خرطوم البنزين اللي بيغذي الكربيراتير نشف واتقطع او اتخرم. عندنا في الكربيراتير من تحت فيه حوض بيتملي بنزين زي اللي قدامنا في الفيديو كده، واحتمال يكون حوض الكربيراتير ده اتخرم من احتكاكه في جسم الموتور، وده كان بيحصل في الفيدل 2 زي اللي في الفيديو قدامك دلوقتي. دي اللي بتجيب بنزين يا راجل. دي اللي بتجيب بنزين. هو ده السن ده ولا فرق ده عندك مسمار الفايز او مسمار تفريغ البنزين، بيستخدم لو عايز تفضي حوض الكربيراتير من البنزين. لو المسمار ده مفكوك شوية هيسرب بنزين من الخرطوم، والمفروض ان الخرطوم ده هيكون مقفول بطبة ومدلدل خارج الموتور. ولو عندك مش مقفول كويس او مش مقفول خالص يبقى الاحسن انك تقفله. وخلي بالك عشان ممكن يكون الخرطوم واسع شوية ومش ماسك كويس وبرضه هيسرب بنزين. وكذلك خرطوم دخول البنزين برضه ممكن يكون واسع شوية، مش مقطوع ولا حاجة، بس هو مش ماسك كويس وبرضه هيسرب بنزين. لما بيتملي الحوض بيبدأ الكربيراتير يسحب منه مع الدوارة، وطبعا كل ما بيقل البنزين في الحوض بيتملي تاني، ولو زادت نسبة البنزين في الحوض هيطفح وهيسرب بنزين. طب ايه اللي بيتحكم في كمية البنزين اللي في الحوض؟ وايه اللي يخليه ما يطفحش وما يسربش؟ كل ما الحوض يزيد فيه البنزين، العوامة اللي قدامنا دي بتبدأ تتحرك على فوق وبتضغط على الإبرة عشان تسد مكان دخول البنزين للكربيراتير، بالتالي مش هيطفح. يعني لو في حاجة منع الإبرة انها تسد الفتحة كويس هتسرب بنزين والحوض هيتملي بزيادة ويطفح. بص على الفيديو كده هتلاقي العوامة غطسانة لتحت، وده غلط لأن كده العوامة وصلت لآخر قفلتها ولسه ما ضغطتش على سوستة الإبرة عشان تقفلها. المفروض العوامة بتتظبط بحيث يكون الخط اللي في العوامة موازي لعظم الكربيراتير. زي ما انت شايف كده الخط بتاع العوامة موازي لعظم الكربيراتير، ودي الظبطة بتاعت الكتالوج، بس ممكن يكون الكتالوج عندك او الكربيراتير عندك ليه نظرية مختلفة، فلو عندك كتالوج تبص عليه. طب ده بيحصل ازاي؟ بيحصل من خلال ضبط الجزء المعدني اللي في العوامة واللي بيتعلق فيه الإبرة اللي هو قدامنا في الصورة دلوقتي. وكده بيركب الإبرة في العوامة، ودي السوستة بتاعت الإبرة. لو لقيت السهم دوت في الكربيراتير يبقى الخابور اللي بيركب هنا ليه اتجاه واحد، بيخرج من الاتجاه ده ما ينفعش يرجع تاني كده، هو مش هيدخل لأن المكان دوت ضيق عن المكان التاني. بيدخل من المكان ده وبيخرج من الناحية التانية من ناحية السهم، يعني هو ايا كان هتلاقي ليه اتجاه واحد طالما في السهم دوت موجود. لو ما فيش السهم ده موجود هتلاقي الخابور دوت بيخرج من الناحية دي او من الناحية دي. بص معايا كده للكتالوج ده بيقول ايه. الوضعية الصحيحة ان لما يكون الكربيراتير مقلوب زي الصورة اللي فوق تكون العوامة خارجة لبره شوية. لما تميل الكربيراتير بدرجة 15 الى 20 درجة يكون خط العوامة موازي لجسم الكربيراتير زي الصورة اللي تحت. خلي بالك هنا هيفك العوامة عشان يظبط اللسان المعدني. وانتبه زي ما قلتلك لو الضبط غير صحيح البنزين هيبقى كتير في الحوض وبالتالي هيطفح، ولو اتظبط وبقى البنزين قليل هيقطع وممكن يبطل كتير. وخلي بالك وانت بتظبط اللسان لانه ضعيف وممكن يتكسر. بص معايا، بص بيرفع اللسان ازاي. رفع اللسان وهيركب العوامة. بص العوامة بقت نازلة خالص، يبقى احنا عايزين نرفعها شوية. هنعمل ايه؟ هنعكس اللسان نعوجه للناحية التانية. حاجة كمان ممكن تكون سبب للتسريب هي المكان اللي بيركب فيه الإبرة زي اللي في الفيديو دي كده. قاعدة الإبرة نفسها محتاجة تتغير أو تتنضف وتتركب تاني. بص كده المكان اللي بيركب فيه الإبرة أصلا هو اللي عامل التنفيذ أهو بيفك قدامنا. اللي عامل التنفيذ بقى يا إما المعدن بتاعها يعني بايظ، يا إما الأويل سيل الجلد دوت مستهلك ومش ماسك كويس فبينفس. مصطلح الأويل سيل دوت بيطلق على حاجة تكون خاصة بالأويل اللي هو الزيت يعني. إنما هنا اسمه أو رينج. رينج يعني دبلة تقريبا. فأو اللي هو الأو المدورة يعني حرف الأو رينج بيقولوها اسمها أو رينج.
بس طبعا احنا في مصر ما عندناش الاورنج دي، عندنا اي حاجة مش عارف بيتقال ايه هنا. وكمان المكان من جوه محتاج يتنضف زي ما انت شايفين كده، في طحالب دي ولا ايه. دلوقتي بيرش سبراي وهيركب العوامة بالإبرة ويقفل الكربراتير. حاجة كمان مهمة، ابقى كل فترة بص على الخراطيم وبص على الخرطوم اللي جاي من التانك وخرطوم الرداخ والخراطيم اللي حوالين الكربراتير كلها، واللي تلاقيه وسع او اتشقق او اتقطع غيره طبعا. وممكن يكون تسريب البنزين من واحد من الخراطيم دي. هسيب لكم لينك الفيديو الأجنبي اللي في الفيديو هنا في الوصف تحت الفيديو، عشان اللي يحب يشوفه كامل يشوفه كامل. شكرا لكم.